العزيزية الدمياطي والجلاش بحشوة الكنافة. ما شاء الله الصواني بتاعتي جهزت. يلا نشوف بقى النهاردة عملناهم مع بعض ازاي. زي ما حضراتكم شايفين الجلاش ما شاء الله لونه جميل مقرمش، الحشوة من جوه لونها جميل. العزيزية والله انا ما استنيت انها تبرد، يعني يا دوبك بقى لها ربع ساعة بس خارجة من الفرن. طبعا لما نسيبها هتبقى متماسكة عن كده، كريمية، طعمها جميل، السكر بتاعها مظبوط. بسم الله. اتمنى الجميع يكون بخير ان شاء الله، ربنا ان شاء الله، وربنا يديم عليكم الصحة والعافية. النهاردة بإذن الله هنعمل صنفين من الحلويات سهلين جدا. هنعمل العزيزية الدمياطي، وهنعمل صينية جلاش بحشوة الكنافة والسوداني. فدلوقتي هبدأ الأول بالشربات بتاع الجلاش علشان أسيبه يبرد على ما أجهز العزيزية. معايا هنا كوبايتين من السكر اللي هو بمج الشاي العادي. انا عايزاه سكر يعني شربات تقيل، فطبعا هيبقى ايه، كوبايتين السكر هضيف عليهم كوبايه واحده بس من الميه. هيبقى السكر ضعف الميه. هنزل عليهم دلوقتي بعصير ليمونه. بسم الله. طبعا الاضافات دي كلها على البارد، فهبدأ ان انا دلوقتي برضو على البارد ان انا اقلب السكر بقى بحيث ان انا ادوب اكبر كمية منه، وهرفعه على النار. طبعا زي ما احنا متفقين يا جماعة ان المعلقة اللي انا بستعملها للحلويات بتبقى للحلويات بس، يعني ما ينفعش المعلقة اكون بستعملها في الثوم والبصل واحطها في الحلويات، لان ده طبعا هيأثر على طعم الحلويات. اسفة. انا كده دوبت اكبر قدر منه. هبدأ دلوقتي ان انا اغطيه. للغطا بقى في فايدتين اتنين للغطا. اولا لو في اي يعني البخار هيخلي لو في اي رواسب من السكر على الجناب تنزل والسكر ما يسكرش معايا. تاني مهمة للغطا ان هو مش هيخلي البوتاجاز يتملي بالعسل وهو بيغلي. فانا هحطه على النار 5 دقايق بس، لان طبعا مش هغليه اكتر من كده لان عندي السكر ضعف المية. فهو بس مجرد ما يغلي 5 دقايق واطفي عليه. طبعا انا مش هقلبه تاني خالص وهو على النار، هحطه على النار بس، واول ما احس ان هو على نار متوسطه، اول ما احس ان هو غلي اعد بعدها 5 دقايق وارفعه من على النار وهشيله في حمام ميه علشان يلحق يبرد معايا. هنبدا دلوقتي ان شاء الله نعمل العزيزيه. انا معايا هنا 200 جرام لسان عصفور على شعريه كانوا باقيين عندي. اي نوع مكرونه عندك، بس انا فضلت اللسان العصفور والشعريه عشان ايه بيستووا اسرع. فدلوقتي هضيف عليهم كوبايتين من الميه. العزيزيه دي طبعا اكله مشهوره عندنا قوي في دمياط، مش اكله، هي نوع من الحلويات. يعني عندنا دمياط مشهوره جدا بالحلويات ما شاء الله عليهم، بس هما في الاساس المفروض ان هي تتسلق الاول في الحليب اللي هو اللبن. فطبعا هتستهلك كميه حليب كتيره جدا، ممكن يعني شويه زي دول على ما اخلص الاكله تاخد حوالي 3 كيلو حليب. فانا قلت اسلقها في الميه الاول وبعد كده نضيف عليها الحليب، لكن اساسها انها بتتسلق في الحليب. اللي حابب ان هو يسلقها مفيش مشكله خالص. طبعا كان زمان الناس بتعمل الحاجات دي في البيوت، كان الخير موجود، فالحمد لله ربنا يديم علينا نعمه يا رب. فانا هحط رشه ملح يعني ما يكملش، بس عشان ده حلويات، على طرف المعلقه الشاي. وهبدا دلوقتي ارفعه على النار، يعني هسويه سوا تكون خلاص اتهرت عشان هرجع افرمه في الخلاط. وهم طبعا في الاساس ما كانوش بيفرموا المكرونه، يعني ممكن يعملوها بالمكرونه القلم اللي هي بتاعه المكرونه بشاميل، وكانوا بيدخلوها في الافران زي ما هي، لكن انا عايزاها ناعمه، مش حابه ان انا اخلي فيها قطع يعني. فبعد ما تستوي هفرمها مع اللبن. زي ما احنا شايفين هي بتتسلق كده على النار، بس هي لسه ما استوتش لان انا عايزاها سوا، يعني ايه تكون خلاص اتهرت. فانا هضيف لها كمان حوالي كوبايه ميه واسيبها على النار لغايه ما تستوي تماما. زي ما حضراتكم شايفين المكرونه يعتبر شربت كل الميه اللي فيها، يعني خدت مني حوالي تلت ساعه على النار، وضفت عليها حوالي 4 كوبايات، ضفتهم شويه بشويه. هبدا دلوقتي ان انا اجهز الخلاط بتاعي.
بالنسبة ل 200 جرام مكرونة هياخدوا معايا حوالي لتر ونص من الحليب. فانا هبدأ دلوقتي، حطيت 3 كوبايات من الحليب اللي هو اللبن في الخلاط، وهضيف عليهم معلقتين كبار من النشا، 3/4 كوباية من السكر، وهشوف بعد كده وانا بسويها لو لقيتها محتاجة شوية ممكن اضيف. معايا علبة من القشطة، لو مش متوفرة مش مشكلة، لو عندك مثلا وش اللبن اي حاجة عندك ممكن تستعمليها. الحاجات دي كلها بس علشان ايه؟ تضيف غناوة في الطعم ويبقى طعمها كريمي وتبقى جميلة. 3 معالق كبار من جوز الهند. هبدأ دلوقتي انزل بالمكرونة اللي انا سلقتها وافرمهم فرم كويس جدا في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما فرمت كل المكونات في نفس الحلة اللي كان فيها المكرونة وانا بسلقها، هضيف المقدار عشان هرفعه على النار تاني، واضيف عليهم بقية كمية الحليب، بقية اللتر ونص. بسم الله. وارفعهم على النار دلوقتي ونشوف ونكمل مع بعض. رفعت الخليط على النار، على نار متوسطة. طبعا هستمر في التقليب علشان فيه نشا وكده عشان ما يحصلش اي تكتلات، وهدوق السكر واشوف لو احتاج هضيف كمان شوية. هضيف حوالي كمان ربع كوباية، يعني المقدار كله ياخد مني كوباية من السكر. معايا كمان معلقتين كبار من الزبدة، هبدأ اضيفهم في الاول عشان يلحقوا يدوبوا، ده برضو كله علشان ايه؟ اديها طعم جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضراتكم شايفين الخليط بدأ يعمل معايا فقاعات، هو كده خلاص استوى. هبدأ دلوقتي ان انا احط عليه معلقة من الفانيليا واطفي عليه واحطه في الصينية عشان ادخله الفرن. عندي الصينية مقاس 32 مدهونة بالسمن كويس جدا. هنزل بالخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كفاية كده، انا مش عايزاه اعلى من كده، ما شاء الله هتعمل كمان صينية. وهسيبه بقى كده حوالي نص ساعة لغاية ما تعمل قشر على الوش عشان اقدر ان انا ادهنها بالسمنة ومعلقة من العسل واحطها تحت الشواية. بس دهنت معايا قالب تاني صغير، هبدأ اضيف برضو الخليط. لازم اضيف الخليط وهو سخن يا جماعة عشان ما يجلدش معايا، ما اقدرش انزله من الحلة. على ما العزيزية تبرد هبدأ دلوقتي ان انا اعمل الجلاش. انا كان عندي كنافة متحمرة في الفريزر الصراحة من رمضان، كنت عاملة برضو جلاش بالكنافة. فهي انا بحمرها في الفرن، بحط عليها على النص كيلو حوالي نص كوباية من السمنة وبدخلها الفرن في حاجة تكون واسعة شوية عشان تبقى الطبقة رقيقة، وكل شوية اطلعها اقلبها ممكن. وبعد كده ما بتطلع بحط لها بس معلقتين من السكر البودر، ما بسقيهاش بالعسل عشان تفضل معايا بالشكل ده. فانا عاملاها كده، وكان فيها جوز هند وزبيب، وانا دلوقتي ضفت عليها حوالي 150 جرام من السوداني، حمصته وطحنته. ومعايا هنا نص معلقة كبيرة من القرفة. هبدأ اقلب الخلطة مع بعضها. فالحشو عبارة عن كنافة متحمرة مع جوز هند مع زبيب مع سوداني مع نص معلقة كبيرة من القرفة. طبعا اللي عايز يحمر الكنافة على البوتاجاز ممكن يحمرها برضو بالسمنة عادي، بس طبعا بتاخد وقت ومجهود كبير جدا، ففي الفرن احسن. كل شوية نبص عليها ونطلعها نقلبها لغاية ما تاخد معانا اللون الذهبي. معايا لفة من الجلاش حوالي نص كيلو. هبدأ دلوقتي ان انا احط الحشوة في الطرف. بسم الله الرحمن الرحيم. احاول ان انا ابعد عن الطرف من هنا عشان وانا بلف هيبدأ الحشوة تخرج من الجنب، وانا مش عايزة كده عشان ما تتحرقش مني في الفرن. احط كمية كويسة وهلف ورقتين ورقتين، ومش هدهن سمنة ولا اي حاجة. هسيب الجزء ده من هنا فاضي ومن هنا فاضي، وابدأ بسم الله اعمل رول. احاول ان انا اضغط شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين اسحب الورق. انا اخدت ورقتين زي ما انا قلت. خلاص هي كده جاهزة معانا.
معايا صينيه هنا مدهونه بالسمن كويس جدا. طبعا الحلويات الشرقي يا جماعه لازم نستعمل فيها سمنه بلدي. فانا عندي هنا ما شاء الله الصينيه بطول ورقه الجلاش. فابدا بقى اعمل كله بالشكل ده وارص الصينيه كلها وفي الاخر ادهنها بالسمنه. اظن الطريقه سهله جدا ما شاء الله. انا الصراحه لو انا هعملها للبيت عندي بس عشان احنا بس رايحين زياره فكنت هحطها في الصينيه لان انا في النهايه يطلع جلاش بس عشان بس يبقى الشكل يعني احسن. فقلت حبيت ان انا اعملها صوابع. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن انا في البيت بروح عاملاها على طول في الصينيه. احط الحشوه ونص من فوق ونص من نص الجلاش من تحت ونص من فوق وخلاص. طبعا لازم القفله بتاعت الجلاش تكون في قاع الصينيه عشان ما تفتحش مني. وهكمل بقى وهكذا يعني كل المقدار. مش هياخد مني 5 دقايق ان شاء الله. خلصت لف الجلاش كله. بقى معايا حوالي 3-4 معالق كبار من الحشوه برضو هشيلهم في الفريزر استعملهم في اي وقت. هي كميه الكنافه دي كانت حوالي ربع كيلو لان انا كنت عامله نص كيلو في رمضان محمراه يعني فهم دول اتبقوا. دلوقتي معايا 3/4 كوبايه من السمنه البلدي. طبعا الحلويات الشرقي يا جماعه لازم سمنه بلدي. هبدا ان انا اغطي الرولات كلها بالسمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشرقي بيحب السمنه ولازم السمنه تكون بلدي علشان يبقى الطعم جميل. طبعا بعد ما ادخلها الفرن لو في اي سمنه احس انها زياده جدا ممكن اصفيها واستعملها في وقت تاني. هبدا دلوقتي ان انا احاول ان انا اقطعها رولات او صوابع. رولات ايه صوابع. بسم الله الرحمن الرحيم. احاول على قد ما اقدر انها تكون قد بعض. بسم الله. اقطعها كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقيس كده بصوابع مثلا 3 وابدا ان انا اقطع بحيث ان كلهم يكونوا نفس الحجم. بدات اسخن الفرن الشوايه والفرن مع بعض بحيث ان العزيزيه احطها تحت الشوايه لغايه بس ما تاخد لون وشها يحمر ومن تحت هحط الجلاش يعني على الرف اللي هو قبل الارضيه على طول. وبرضو العزيزيه ما نخليهاش تحت الشوايه على طول يعني قبل الشوايه كده برفين عشان ما تتحرقش مننا على طول. هي عملت قشره ومعايا هنا معلقه سمنه مع معلقتين من العسل بتاع الجلاش وابدا ان انا ادهن الوش عشان تاخد معايا لون جميل. بسم الله الرحمن بس بالراحه عشان الوش ما يقطعش مني. بسم الله. هبدأ دلوقتي ادخلها تحت الشواية وكل شوية هبص عليها واضيرها على كل الجوانب عشان تاخد لون جميل من كل النواحي. ما شاء الله تبارك الرحمن. زي ما احنا شايفين العزيزية خدت لون جميل جدا. خدت حوالي 10 دقايق تحت الشواية. انا لما حسيت ان الجزء ده بدأ يحمر اكتر فضفت عليه ورقه من الالومنيوم وغطيته عشان تاخد كلها لون واحد وعشان كمان ده لو انا سبته كان هيتحرق. فلازم احنا اي معجنات اي حاجه بنعملها حسينا انها بتاخد لون اكتر من ناحيه نغطيها بقطعه من ورق الفويل عشان كلها تاخد لون واحد. احنا مش هنقدمها قبل ساعتين والافضل انها مثلا لو هتعمليها من الصبح وتقدميها اخر النهار او من قبل بيوم فاحنا هنسيبها بقى تبرد تماما وبعدين نقدمها معاكم ان شاء الله. زي ما احنا شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله الجلاش اخد معايا لون جميل. وزي ما انا قلت ان احنا بنزوده شويه في السوى الحاجه اللي احنا هنسقيها بالشربات عشان بترجع تفتح معانا. زي ما احنا شايفين كده هنبدا ان شاء الله ان احنا نسقيه بالشربات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وطبعا شرب كل كميه السمنه اللي انا ضفتها انا ما صفطوش ولا حاجه. بسم الله.
وانا سقيته بكل كمية الشربات، وهسيبه حوالي نص ساعة، واذا كان في زيادة في الصينية هبدأ ان انا اصفيها منه. زي ما حضراتكم شايفين الصواني بتاعتنا جاهزة، الجلاش والعزيزية الدمياطي الصينيتين، واتمنى ان انتوا تجربوها بطريقتي، وعليكم وعلينا بألف عافية ان شاء الله.